السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء. بهذا الفيديو الجديد والعاجل واللي حبيت أنقل لكم كل ما هو جديد وعاجل من وزارة التربية وآخر أخبار العطل الرسمية. طبعا مثل ما بينت لكم أنه يوم الثلاثاء كان عطلة، والحمد لله مثل ما بينت أنه كان عطلة. أيضا بخصوص يوم غد، واللي بعض جاي تسأل هل يوم غد عطلة أو لا بسبب الأمطار. طبعا الأمطار بحسب الأنواع الجوية ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء اللي هو الظهر، يعني يوم الأربعاء الظهر يلا. فقد يكون هنالك تعطيل دوام في الكثير من المحافظات، فاللي أرجوه منكم واللي أطلبه منكم أن تشتركون في قناتي التليجرام. إلى حد هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي عطلة. كل هاي التفاصيل راح أنزلها لكم عبر قناتي التليجرام. أي محافظة تعلن تعطيل الدوام راح أنزلها لكم، فأنتوا شنو اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، لأن إن شاء الله سيكون هنالك عطل رسمية قادمة إلى الكثير من المحافظات، وتحديدا بغداد، لأن أكو هنالك كميات من الأمطار الغزيرة المتجهة نحو بغداد، واللي حاليا إنه يتم تساقط الأمطار بشكل كثيف جدا. فاشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. رابط قناة التليجرام طبعا في صندوق التعليقات، أول تعليق التعليق المثبت. اشترك وفعل الجرس حتى يصلك إن شاء الله كل ما هو جديد وعاجل. تحياتي لكم. إذا عندك سؤال أو استفسار اتركوا لي في صندوق التعليقات. مع الف سلامة، شكرا لكم.